اختي ما تقوليش ياس بشي وتخليني نداويه بوحدي. صنتي ليا مزيان وسمعيني شنو غنقول لك. مؤخرا ولينا كنشوفوا شي بنات في مواقع التواصل الاجتماعي كلهم كيتشابهوا، وجههم بحال اللي تقولوا تجرد من الطبيعه، ولاو بحال اللي مرسومين، ولاو كاملين كيتشابهوا. وهذا الشيء كلشي كيبدا بواحد البرا صغيره سميتها الفيلر. في هاد لا فيديو هادي بغيت نوريكم هاد الفيلر هذا واش فعلا كيخدم ولا غير كذبه كيبيعوها لينا على حساب صحتنا. شنو هو هاد الفيلر هذا؟ هاد الفيلر هو واحد الماده سائله كيتحقن في الوجه، كيعطي واحد الفوليوم على مستوى الشفايف، الحناك، البلايص اللي فيهم تجاعيد مثل هاد الخطوط هادو، باش كيعطي واحد اللوك ولا واحد النظره شبابيه اكثر. والنوع اللي معروف اكثر وهو لاسيد هيالورونيك. كاين بزاف ديال الانواع اللي هي صناعيه ماشي طبيعيه، وهنا كيبدا الخطر. سي فري الفيلر واحد الحل سحري، ولكن راه كيكون مصحوب بمخاطر كبيره، وخصوصا الى دار من طرف اشخاص غير مؤهلين. انا كممرضه كنشوف باللي الشخص الوحيد اللي عنده الصلاحيه باش انه يدير الفيلر وهو الطبيب. حنا كممرضين دوله راه في ديك 3 سنين اللي قرينا راه فريمون بوغاونا، راه شحنونا بلي زانفورماسيون في ديك 3 سنين. كتحس براسك منفوخ، واحد لا فورماسيون د العسكر وكانت مزيره، ومع ذلك ما عندناش الحق حيت ما قاريينش الاناتومي كيف ما قراها الطبيب. وكنبقى نستغرب شي وحدينات وحده كتلقاها كوافوره ولا المهم كدير داكشي ديال الاستيتيك وكتمشي وكدير الفيلر. ما فهمتش، انا ما فهمتش. كتحل سونطخ كتبقى تدق الفيلر لعباد الله، وهي عارفه قاريه الاناتومي ديال الفيزاج، قاريه فين كاينين لي كابيلار، فين منين دايزين العروقه ديال الوجه، العرق ديال العينين، العصب د العين، العصب د الودن، العصب ديال التذوق. عارفه هذا الشيء، ما عارفاش وكتغامر. نعطيكم واحد النبذه على بعض المخاطر اللي يقدروا يجيوكم الا مشيتوا حقنتوا الفيلر عند شي واحد من غير الطبيب. اولا انسداد الشرايين، يعني هذاك الفيلر الا تحقن في شي عرق، شوف داك العرق علاش مسؤول، راه كيتسد. يعني ديك الدوره الدمويه اللي كدوز في داك العرق ما غتبقاش تدوز بطريقه صحيحه وبطريقه سليمه. يعني تقدر تصابي بالعمى، الله يستر الله يحفظنا ويحفظكم، تقدري شلل نصفي، تقدري شلل نصفي غير الوجه، ولا شلل نصفي ديال الوجه مع الكتف، مع على حسب داك العصب اللي تقاسلك ولا اللي تحقن فيه داك الفيلر علاش مسؤول. سي فري كو الفيلر